عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور ابراهيم. الفيديو ده موجه ل اخواتي الطلبه اللي هيدخلوا سنه اولى السنه دي، سواء في مصر او في اي كليه من كليات الطب في الوطن العربي يعني. اول حاجه عايز اقول لكم الف مبروك، مبارك عليكم. المجهود بتاعكم في سنين التعليم السابقه الحمد لله يعني توج بدخول كليه الطب. فدي حاجه عظيمه جدا يعني. يعني مجهود السنين اللي فاتت كلها، مش بس آخر سنة اللي قبل الكلية، لأ يعني السنين اللي فاتت كلها الحمد لله تتوج بإن انتوا بقيتوا موجودين في الوقت الحالي في كلية الطب. فده شيء كبير للغاية يعني. طبعا احنا دايما بنسمع شائعات عن حاجات كتير جدا في الكلية. ولكن إن شاء الله أحاول بقدر الإمكان أنزل لكم فيديوهات صغيرة كده تساعدكم على الحياة جوه كلية الطب، والمذاكرة والاجتهاد والحصول على درجات عالية أثناء الدراسة. كلية الطب من الكليات المهمة جدا في الحياة، ودي الحاجة اللي محتاجين تدركوها يعني. مجال الطب يعني أنا دايما بقول إن ده من المجالات المهمة اللي فارقة في حياة وجودة حياة الناس. فأنتوا بتعملوا حاجة كبيرة، فلازم يبقى دي حاجة حاطينها قدام عينيكم. اللي انتوا بتعملوه ده حاجة كبيرة للغاية، حاجة مهمة، حاجة فارقة في كل حاجة في الحياة. تمام. فعشان كده أي حاجة كبيرة وأي حاجة يعني عظيمة في الحياة مطلوب بذل مجهود عظيم ليها. فبالتالي كلية الطب بتبقى محتاجة مذاكرة ومحتاجة اجتهاد. علم عظيم محتاج اجتهاد عظيم. خلاص ده يعني حاجة احنا مفروغ منها. ولكن الشائعات اللي انتوا بتسمعوها دايما عن الكلية مش كلها صحيحة يعني. في بعض منها صح وبعضها مش، واغلبها مش صح. كلية طب زيها زي اي كلية. انت محتاج ان انت تذاكر للكلية وتوازن ما بين مذاكرة الكلية وحياتك الخاصة يعني. ودي حاجة مهمة على المدى البعيد. ماشي. فخدوا بالكم من النقطة دي. خلاص احنا عدينا المرحله الاولانيه، مرحله دخول الكليه، مرحله المذاكره جوه الكليه ومرحله فهم نظام الكليه. من المهم جدا ان انت تفهم نظام الكليه اللي انت فيها، يعني شكل سنين الدراسه بتاعتك، المواد اللي هتاخدها في كل سنه. دي المعلومات العامه اللي لازم تبدا بيها يعني. المواد دي عباره عن ايه؟ آم آم يعني حتى لو ده ما حصلش كانترودكشن مثلا في الجامعه بتاعتك، حاول تقعد مع الدكاتره في الجامعه وتسالهم. مثلا انا هاخد موديول مثلا جاسترو انترولوجي، هو ده ايه اصلا؟ وانا هدرس فيه ايه؟ انتوا عارفين في حاجه كده دايما الناس بتعديها في بدايه مذاكره اي حاجه، وهي المفروض الليرنينج اوتكمز اللي انا هطلع بيها من الشابتر ده ايه. الناس بتعديها، بتعتبرها ان هو كلام عام. ده حاجه مهمه جدا. فدي لازم تعرفها من الناس اللي كانوا قبلك في الكليه، او حتى اداره الكليه تسالهم هو ايه اللي انا محتاج افهمه من الموديول ده، وايه اللي انا محتاج اعرفه للامتحان من الموديول ده، وايه المصدر اللي انا هذاكر منه. دي حاجه مهمه جدا. اول حاجه لازم تعملها في الكليه، اعرف انا هذاكر منين، وهذاكر ايه عشان العلم، وهذاكر ايه عشان الامتحان. تمام. يبقى ده كده الف بقى. من المهم جدا ان انت تبدا من حيث انتهى الاخرين. ماشي. شوف الاخرون انتهوا فين، وتبدا بقى من الحته اللي هم. ما تخلقش حاجه جديده، ما تخترعش حاجه جديده، ما تذاكرش من مصدر اصلا ما حدش ذاكر منه قبل كده. يعني ما تكونش انت حقل التجارب الجديد. شوف اللي قبلك عملوا ايه واعمل زيهم. بالذات لو هو المحتوى العلمي هو نفسه، او نفس الموديولات اللي موجوده هي نفسها، او نفس الماده العلميه اللي موجوده هي نفسها. شوف الدفعه اللي قبلك، الناس الكويسه منها ذاكرت ازاي، وذاكر زيهم. ماشي. شوف الجامعه بتاعتك هم يفضل المذاكره من انهي مصدر طبي، واستخدمه. تمام. اسال الدكاتره بتاعتك ايه افضل مصدر انا ممكن اذاكر منه الماده اللي موجوده ديت، وذاكر منه. في فرق يعني، هو مش فرق كبير، بس هو في فرق موجود ما بين ان انا هذاكر للماده العلميه والفهمها، والمذاكره للامتحان. المذاكره للامتحان قد تختلف شويه، لان الامتحان في بعض الاحيان مش يعني wouldn't assess your medical knowledge. تمام. مش في بعض الاحيان. هو المفروض ان هو الطبيعي ان الامتحان يقيمك طبيا وعلميا،
ولكن مش كل الامتحانات بتبقى بالشكل ده عشان نكون واقعيين. فبالتالي برضه أنت محتاج تفهم إيه اللي أنت هتذاكر منه عشان تحصل على درجات الامتحان. هتفهم المادة العلمية بشكل كويس جدًا وكل حاجة، بس برضه at the end of the day يعني أنت لازم تهتم بالدرجات، لأن الدرجات هتفرق في النهاية، ماشي؟ في ناس بتستخدم أو بتتبع استراتيجي أنا يعني هافهم للفهم ومش هاهتم بالامتحان. هو أنت لو أنت فهمت هتعرف تحل في الامتحان، عشان نكون متفقين، يعني لو أنت فهمت المادة العلمية هتعرف تحل كويس في الامتحان. فدي نقطة لازم تعرفها ولازم تهتم بيها يعني. كل جامعة أو كل كلية طب بيبقى في مصادر معينة الناس بتذاكر منها وبتجيب بقى درجات كويسة في الامتحان، اعمل كده. طب الفهم أنا أفهم إزاي؟ طبعًا محاضرات الكلية، يعني خلّيك ملتزم، اتّبع يعني خطة ملتزمة من أول يوم ليه في الدراسة، يعني احضر محاضراتك بشكل كويس، احضر السكاشن أو الراوندات اللي أنت بتاخدها بشكل كويس، احضر الclinical rotations اللي تاخدها بشكل كويس، ابدأ استخدم يعني في الوقت اللي إحنا فيه كل حاجة بقت متاحة لسهولة الفهم، يعني الوقت اللي إحنا فيه ده مع وجود كمان الAI ووجود الكم المهول من قنوات اليوتيوب ومصادر السوشيال ميديا المختلفة، فما أعتقدش خالص إن حد بقى عنده عذر إن هو ما يفهمش أي مادة علمية. يعني بقى في سلاسل من الفيديوهات شرح كل حاجة. فعندك اليوتيوب ده كنز، لو أنت استخدمته كويس جدا هتكون يعني بالجايدنس بتاع الكلية دكتور دكتور فاهم كل حاجة يعني. ماشي. آم، من المهم جدا ان انت توازن ما بين الدراسه جوه الكليه وحياتك الاجتماعيه. دي حاجه مهمه جدا، لازم تحافظ على صحتك النفسيه، لان هي دي اللي هتساعدك ان انت تنجح على المدى الطويل، تمام، او على المدى البعيد. فمن المهم جدا انت توازن ودايما تسيب اوقات تستمتع بيها، او اوقات تكون انت يعني بتستجم فيها وتستعيد طاقتك فيها عشان تبدا من جديد. دي حاجه مهمه للغايه ولازم تعملها يعني. برضو من الحاجات ممكن من العقبات شويه اللي هتقابلك في بدايه الكليه، لو انت كنت بتدرس بالعربي قبل كده وبعدين بدات في الكليه، فهتلاقي بعض المصطلحات الطبيه اللي هتبقى صعبه عليك. حتى لو انت كنت بتدرس يعني الدراسه بتاعتك كانت بالانجليزي قبل الكليه، برضه هيبقى في شويه مصطلحات طبيه صعبه عليك، لان في مصطلحات كتير جدا باللاتيني انت ما خدتهاش اصلا قبل كده. فدي عادي جدا، كل الناس بتعدي عليها. انت مش انت الوحيد اللي تعرضت لحاجه زي كده. فخلاص انت الامر بياخد معاك شهر شهرين بالكتير جدا والامور بتتحسن. طبعا في سلاسل من الفيديوهات بتشرح المصطلحات الطبيه برضو على اليوتيوب، اصلا انصحك تستخدمها. مفيش سلسله بعينها مثلا اقول لك عليها، ولكن في حاجات كتير موجوده. في طبعا انا على ايامي كان في قاموس كده، كتاب ده انا كنت بستخدمه. ممكن تستخدم حاجه زي كده لو هتساعدك، بس اعتقد ان الامور بقت اسهل في الوقت الحالي من قبل كده يعني. يعني هي مرحله الشهر الاولاني مرحله يعني هي بس اللي يعني هتبقى صعبه شويه في حته المصطلحات، لكن الامور بعد كده هتتحسن يعني. خد الامور مرحله خطوه خطوه. يعني الكليه دي حاجه جديده، كليه الطب او كليه الطب حاجه جديده ومرحله جديده في حياتك، مش زي المراحل اللي قبل كده. فلازم يعني خد الامور شويه بسهوله، تمام. الامور هتتحسن مع الوقت. من المهم جدا انت تحط لنفسك جدول يومي، وتخلي الجدول اليومي ده ثابت معاك، لان انت معاك فرصه عظيمه جدا. الناس اللي في بدايه الكليه معاهم فرصه عظيمه جدا ان هم يحطوا لنفسهم خطه او جدول يومي هيمشوا عليه بقيه سنين الكليه. دي حاجه كويسه جدا يعني، اللي هو انت بتصحى في وقت معين وبتنام في وقت معين، وبرضه عندك اوقات معينه انت يعني بتستجم فيها وبتلعب فيها وبتقابل فيها زمايلك. دي حاجه مهمه للغايه. يعني ده فيديو سريع كده، وان شاء الله الفتره الجايه ابدا انزل لكم فيديوهات صغيره عن المذاكره بالتفصيل. بالتوفيق ليكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير الفيديو مع زمايلكم. ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي في كومنت، وانا ان شاء الله اعمل بيها فيديو جديد. السلام عليكم.